بص بقى يا اسطى، احكي لك عن ملخص رمضان بمعنى الكلمه، مع اهلي بقى ومع مسلسلات رمضان ومع اعلانات رمضان. هنتكلم مثلا اول حاجه مع اهلي في البيت. هو يعني ايه يا اسطى مثلا اتسحر انا الساعه 3 الفجر وافضل صاحي لحد الساعه 8 الصبح، وانام امي تصحيني الساعه 9 الصبح، يعني تصحيني بعد ساعه. تقول لي احمد، اقول لها ايه؟ تقول لي قوم روح هطلب يا ام عين سودا. هو في عين سودا غير عيني اللي ما نامتش غير ساعه؟ سويت عينيها. المهم يا اسطى، امي تقول لي ايه؟ قوم بسرعه يلا. اقول لها في ايه؟ تقول لي قوم بسرعه هات لوبيا ام عين سودا. فانا اقول لا، ومفيش عين سودا فعلا غير عيني، اقسم بالله بكون نايم الساعه 8 صح الساعه 9 عشان اجيب لوبيا. طب اللوبيا دي لو جبتها الدور يحصل حاجه؟ لا لا لا، ما هي لازم تتبل، اللوبيا لازم تتبل، تقعد لحد قبل المغرب عشان تتعمل. ليه برضه؟ في حاجه ما تعرفهاش، دي حاجه ازاي يعني تتبل يعني بيحطوها كده في ميه ويسيبوها لحد المغرب، بيقولوا انها بتكبر. واقسم بالله بتكبر، بيقولوا انها بتكبر لما تقعد لحد قبل المغرب. المهم بقى الفكره مش في كده، انا مثلا بقوم، اول ما بقوم بخش اعمل ايه؟ احزن الناس. لا افهمني بس بقى. ابويا بيقوم جاي بقى يقف قدام بابي يقول لي، بيقف قدام باب الحمام يقول لي ايه؟ تخيل كده واحد مثلا بيشخ جوه، ابويا يقول له ايه؟ يقول لي انا مش عارف انت بتشخ ازاي وانت صايم. هو يقول لي هو العمليه؟ هو انا بشخ سندوتشات؟ هو اللي بشخ ازاي وانا صايم؟ ما كل الناس بتشخ. انا اصلا من كتر من الحوار ده انا كان عندي عقده زمان في الموضوع ده، واقسم بالله احكي لكم عليها بجد بقى، اقسم بالله كان عندي عقده زمان في الموضوع ده، من كتر ما كانوا بيقولوا لي كده انت بتشخ ازاي وانت صايم وكده. فانا كنت اعرف ان ولا ايه ولا بيبي ولا تف. انا فاكر ان الثلاث حاجات دول بيفطروا. اقسم بالله يا اسطى، وقعدت حوالي مثلا 4 5 رمضانات ما اعملش الحاجات دي. 5 رمضانات؟ ايوه. اقسم بالله 4 5 رمضانات يا اسطى ما عملتش اي حاجه من دول. فجيت في مره يا اسطى في رمضان بقى، كان مثلا عندي 7 سنين حاجه زي كده، كنت في شيخ عثمان في الحومديه. المهم رحت جيت على العصر، واقسم بالله العظيم هتصير على نفسي. دخلت يا اسطى دخلت على الشيخ في الجامع، رحت قلت له يا شيخ. قال لي ايه؟ قلت له بموت. قال لي ايه؟ قلت له بموت، انا هفطر النهارده. قال لي هتفطر النهارده ليه؟ انت تعبان؟ طب بقى فيك حاجه؟ بقول له مش قادر، لازم افطر النهارده. بقول له هتصير يا شيخ. فهو ما كانش فاهم، راح قال لي هتصير ازاي يعني؟ هو ما كانش فاهم، انا فهمت ويا ريتني ما فهمت. شهر رمضان كله خب عليا انا. بقول لكم ايه يا جماعه بخير؟ ما تفهموش عيالكم الصغار دي. بالنسبه لاحمد جمال اللي هو قوم كده اقف. انت كنت بتقول لي ايه؟ التصويره بتفطر. الخطبه جايه عليا. المهم بقى يا معلم، انا قعدت فتره كبيره اصلي ازاي؟ واقسم بالله العظيم كنت بصلي كده. كان الدوري بيأذن، دوري كام ركعه؟ 4. انا بسمع الاسم بخش انا 4 ركعات. المهم بقى انا بخرج فاليوم بيأذنوا تاني وبيصلوا. فانا مش فاهم ده ايه، فاقعد اقول لحد يقول لي ده بيقيموا الصلاه. خلاص انا صليت، انا بادئ مقام الصلاه. واقسم بالله العظيم العصر يأذن، فاهم حاجه؟ انت فاهم اللي في دماغي؟ العصر بيأذن يقول الله اكبر بتاع، بقوم داخل بقوم واقف اصلي 4 ركعات لوحدي. اصلي 4 ركعات لوحدي واقوم ماشي. اول ما امشي اليوم بيأذنوا. هو نصلوا مرتين انتوا يعني انتوا حاسين؟ فانا قلت يمكن انا صغير فاهم، هم عايزين يصلوا مرتين، هم ساعتهم فيهم وبتاع. نرجع بقى لموضوعنا الاساسي. هم بقى تقوم قايلين لي هات له ام عين سودا. والفكره بقى مش في كده اصلا، الفكره ان هي ما ينفعش تقول طلباتها مره واحده، ما تبقاش اقسم بالله. لما نسلك صيامك بمعنى الكلمه، تنزلك وتيجي 8 9 10 مرات كده، اقسم بالله ما بهزر بقى. يعني تيجي ده ليه ده صوت؟ انت نسيت الصابون. شوف يعني، طب ما تقول لي بقى نسيت ايه مع الصابون؟ تيجي نقول انت نسيتهم ب5 جنيه في الفيس و5 جنيه كزبره، معروفه دول انت نسيتهم. انا مش عارف انا ازاي نسيتهم اصلا، دول حاجه مكررين علينا. الفكره بقى مش في كده، الفكره اصلا ان انا مهنتي في البيت زبال. ازاي؟ ده اللي انت ما تعرفوش بقى. ازاي بقى؟ احنا عندنا زباله محطوطه قدام الباب. فانا بنزل عادي، يعني الزباله محطوطه قدام الباب، فاما تطلع كده تلاقي الزباله قدام الباب، تخش اول ما اجي انت ما خدتش الزباله معاك ليه؟ طب ليه ما خدتش الزباله معاك ليه؟ مش فاهم. عيد السؤال تاني. مفيش غيري. يلا بقول لك ايه، واقسم بالله العظيم مره خدتها جت قالت لي انا عملت اللي انت المفروض تعمله. فانا اللي هو ايه، انت بتديني اجر على الكلام ده؟ اللي هو ده المفروض ان انا اعمله؟ انا زبال يعني. انت شغال في المصنع؟ لا بس اتفرج على فيديوهات. خلصنا بقى اصلا من فكره امي وخلصنا من فكره الزباله. اجي بقى لما اروح بعد كل 7 9 10 مرات دول اللي امي تجيبني فيهم، ابويا بقى ما يسكتش، لازما ينادي اسمي، يعني تكرار ال10 مرات اللي هو ايه عشان ما ينساش الاسم. احمد قوم على الكرام، احمد قوم احمد قوم احمد قوم احمد السقا، احمد ابو هشيم، احمد. لازم الاسم يقوله في اليوم مثلا ايه 10 11 مره كده، غير كده ما يستريحش. نخش بقى يا اسطى يعني بعد الكلام ده وبتاع والمغرب اذن الحمد لله وجينا نفطر. احنا هنخش على رامز، ماشي؟ يعني ايه رامز يجيب جوهره الرقاصه في رمضان؟ يعني يا مش المفروض الكلام ده مقاطعه زي شيبسي والكلام ده، ولا انا مش فاهم والله. يعني ايه يجيب رقاصه في رمضان؟ طب انت اديني حل. يعني انا قاعد كده لسه فاطر وبتاع وقعدت اقول يا رب عنا زي دين الرقاصه، تقول لك اللهم احميني من عن يميني واحميني من على يساري. انا بخش ارقص بقول الدعاء ده عشان ربنا يحميني.
فالمعلم يعني انا قاعد طول اليوم بقرا قران وبعبد ربنا وبتاع، اجي على الفطار عشان اتفرج عليك اكفر كل ده؟ طب ليه يا عم؟ ما انت كده مش خانق. كان عاملهم قبل رمضان. والمعلمه التانيه واقفه والله العظيم ما عارف. انت فرجت الحلقه بتاع الجوهره؟ ايوه عارف. الجوهره اللي هي البنت اللي شبه جورجينا دي. يكوي. بتقول له انا بتقول له اي لاف يو. وبعدين يا اسطى انت عارف الفكره في رامز كمان ايه؟ ان هو تحسه بيجيب ناس متصالحين يخانقهم. اقسم بالله. وبيقول لك انا ربنا هداني، بيقول لك ربنا هداني وعشان كده قررت اعمل حاجه نرضي بيها الناس وراضي بيها وربنا يا رب ما يعتقم مني ولا يحرمنا عادي ولا يحرمنا ضرر. المهم ان احنا ايه؟ قررنا نصالح الناس على بعضيهم. المعلم ده بيقول ان هو بيصالح الناس على بعضيهم. اقسم بالله العظيم الناس اللي هو بيجيبوا دول هم يخبطوا في بعض بلاقيهم بيحضنوا بعض وبتاع، هم خارجين من الحلقه هيموتوا بعض. ما احنا هنا بعض. شفتش حمو بيكا لما شاركوا بره لما تعالى انت خفيف. خفيف ازاي يعني؟ فالمهم تحس يعني انا الوحيد اللي شايف تقريبا ان هو بيجيب ناس متصالحين بيخانقهم على بعض. ايه يا اسطى؟ يعني هو بيجيب الناس وبيقول ان هو يمرمطهم وبتاع وان هو جامد وكده فاهم؟ انا بقرا اتفرج على البرنامج يعني بيمشي سن ناحيه الكلب. اول ما الرجاله بتيجي ناحيه الكلب يقول لك هوب ويعمل فيها ابويا يقول له هوب هوب. طب هوب ليه؟ ما ده اللي احنا مستنيينه، احنا عايزين اكشن. اول ما الكلب يجي هوب دخل. طب ما كده ما فيش واقعيه. طب ما انا كده مش هفارق، ما فيش رعب في الدنيا. ايه يعني ماسك لي مسدس خرز؟ ما احنا ياما ضربنا المسدسات الخرز في تيز بعض ولا حد زعل. انت ماسك مسدس خرز عمال تضرب في تيز الناس، هو ده الفكره يعني؟ طب انا السنه الجايه يا جدعان رمضان انا مع رامز انا همسك له مسدس الخرز. وحيد يا اسطى اللي بيعمل الوان شعر انا عمري ما شفتها في حياتي يا اسطى. كويس انك فكرتني الموضوع ده. انا رساله لرامز جلال بناشدك اهو بالله عليك اعمل حاليه عدله. مش عشانك، انا بحب شعرك خلي بالك، انا اصلا بحبك شخصيا، بس الفكره في بولاق. انت ما بتشوفش بولاق يا عم؟ بولاق كلها رامز جلب على عيد بولاق كلها شعرها ازرق يعني رساله ليك يا رامز بقى بمعنى الكلمه، لو عملت حاليه عدله انت خدت ثواب في بولاق كلها سكه ودغري. خش بقى ايه على اعلانات يا اسطى. انا مش هتكلم اعلانات عشان اخوك عمرو له قطع عليا. انا كنت اقسم بالله انا كنت شفت الفيديو بتاع عمرو له، انا ماشي بتاع عمرو له، واقسم بالله انا كنت عامل فيديو ده قبليك، واقسم بالله ما كنتش هتكلم على كله، بس انا كنت هطلع اقول لاعلانات الاتصالات برضو يجيبوا لنا ويدونا 10 بواكي وبتاع بدل ما يجيبوا مثلا محمد رمضان وبتاع ويعملوا بالباقي ايه؟ يخلصوا الرصيد اللي عن الناس والناس كلها هتتبسط وانا هبسطهم وبتاع وهتشير والدنيا تبقى حلوه. راح هو طلع اتكلم عليها يا اسطى. اتكلم بقى ايه على اعلانات بقى اللي هو ما اتكلمش عليها يا اسطى. في اعلان خدت باله منه قوي، شفت اعلان بتاع العربي صناع السكه. قرأت الاعلان ده؟ انا هشرحه لك بقى. العربي صناع السكه ببوظ السكه. ليه بقى؟ اسال حاجه المعديه دي. ليه بقى يا اسطى؟ جايين في اول الاعلان عروسه وعريس على البحر بفيسبا. ايوه شوف اعلان. طب كده انا هثق فيكوا ازاي؟ يعني بدايه الاعلان كده وبعدين بعدها ب5 ثواني بتلاقي 2 مطلعين دماغهم من الثلاجه كده بتوع كده اللي هو انا على طلع لو الثلاجه دي بتحفظ الاشكال دي تحمض الحاجه. فهو انت كده بتقل ثقتي فيكوا سكه ودغري. يجي بقى بعدين يقول لك العربي صناع سكك بقى يا اسطى عن اعلان فريش. عارف اعلان فريش كده جوازات فريش؟ هو الاعلان ده احسن اعلان. انا كده بحب الاثنين مغنيين دول، بس انا عايز اعرف يعني ايه سر حبكم في البوتاجازات والثلاجات والكلام ده ان انتوا تقضوها اغاني؟ يعني كان السنه اللي فاتت بتاع احنا فريش وفرافيش، احنا فريش نحب نعيش، بتلاقيهم بيعملوا كده وكده. تيجي بقى جيت السنه دي يا اسطى عاملين اعلان جامد قوي، عاملين اعلان في كل محافظات مصر. يجي يقول لك ايه؟ اسمع الاخبار فريش ايش كلهم بيعملوا كده. وتلاقي بقى يا اسطى في رمضان برضه تلاقي بقى اسمع الاخبار فيش. في اعلان يا اسطى بقى مضايقني يا اسطى.